البيت ده كان مأوى لعابري السبيل، وآخر واحد سكن فيه خلى ساحته مكان للتشاور في الأمور الدينية والدنيوية، وأقام الليالي الرمضانية، وتسمى على اسمه محمد أمين السحيمي، شيخ رواق الأتراك بالأزهر الشريف. احنا موجودين في بيت السحيمي. المؤرخين وصفوا البيت ده بدرة العمارة العثمانية، وهو واحد من أهم الآثار الإسلامية القديمة. البيت مكون من جزئين، جزء اتبنى على يد الشيخ الطبلاوي سنة 1648 ميلادية، وجزء بناه إسماعيل شلبي سنة 1796 ميلادية، وبعد كده انضموا على بعض وبقوا ملك لمحمد السحيمي. وده شكل بيوت الطبقة الأرستقراطية في مصر زمان، يعني ده بيت دكتور الجامعة وقتها. الدور الأول السلاملك كان مخصص للرجال، والتاني الحرملك طبعا للسيدات. البيت هتلاقي فيه التختبوش، وهي الدكة الخشب دي،